أهلا بكم جميعا. اليوم إن شاء الله غنتبعوا واحد المقابلة عندها أهمية كبيرة. مقابلة بين المنتخبين العربيين الشقيقين، المنتخب الجزائري والمنتخب الأردني. صحيح أنهما بوجههم للأسف يعني انهزموا في المقابلة الأولى وبحصة نوعا ما ثقيلة، لكن كتبقى هاد الفرصة هذه الثانية باش إن شاء الله كل واحد فيهم يحقق واحد النسبة كبيرة ديال الترشح والتأهل للدور الثاني. إذا الفوز في هذه المقابلة هذه، في هذه المباراة هذه، لكلا الطرفين هام وهام جدا. كتبقى دائما مقابلة رياضية لابد أنها تنتهي بالتعادل أو بانتصار طرف وهزيمة طرف آخر. فكرة القدم لا يمكن أن نحكم فيها على يعني فقط التاريخ أو على المعطيات والإحصائيات الأولية اللي كتكون عندنا. على الأوراق كما يقولون الجزائر مرشحة للفوز، على اعتبار أن أغلبية اللاعبين ديالها يعني كيمارسوا في الأندية الأوروبية الجيدة، في حين أن المنتخب الأردني أغلبية ربما اللاعبين ديالهم في البطولة الأردنية. ولكن بكل صراحة شفنا المنتخب الأردني مؤخرا يعني كيأدي واحد الأداء فني كبير جدا، بقتالية، برجولية، وكذلك يعني لعب يؤلف بين الخطوط الثلاثة، الدفاع ووسط وهجوم، بقدر كبير من الجدية والمسؤولية. وبالتالي بكل صراحة المقابلة هي مفتوحة على جميع الاحتمالات كما يقولون. وبالتالي نحن كعرب وكمتفرجين نتمنى يعني الحظ لكلا الطرفين، وأن الأكثر استعدادا والأكثر يعني دابا نقولوا يعني إيمانا بحظوظه سيفوز في النهاية بالعرق، بالاجتهاد، بالعمل، يعني الصراع، بالاحتكاك، بالقوة البدنية وما إلى ذلك. وبالتالي فاللي فاز غادي نشجعوه كذلك وغادي نهنيوه على أساس أنه إن شاء الله يكمل المسيرة ديالو في بطولة كأس العالم. إذا هذا هو الكلام. والمقابلة غالبا غتكون في يعني 4 صباحا، يعني غدا، يعني هاد الليلة هادي في الصباح ديال صباح اليوم المقبل الثلاثاء. وبالتالي رغم أن بكل صراحة الوقت متأخر جدا كنكونوا ناعسين، ولكن غادي نحاولوا ما أمكن نشاهدوا المقابلة مباشرة، لأنها مقابلة تاريخية استثنائية عندها واحد الأهمية كبيرة وكبيرة جدا. إذا المشكل ماشي هو هذا، المشكل ماشي أننا غادي نشوفوا مقابلة كتجمع بين الجزائر وبين الأردن وأن واحد فيهم غادي يغلب، ماشي هذا المشكل، لأن هذا منتظر، ومنتظر أن اللي غادي يغلب هو اللي غيكون مهيأ كما قلنا إلى آخره. المشكل هو أن للأسف الشديد الإعلام مرة أخرى الجزائري، كنا كنتمناو ما نقولوش هذه الهضرة ولكن هذا واقع، الإعلام الجزائري، المواقع الإلكترونية الجزائرية يعني مليئة ببعض يعني الخرجات غير سليمة وغير الودية إزاء المنتخب الأردني، إلى درجة أن هناك بعض بين قوسين الصحفيين الجزائريين يؤكدون في كثير من المناسبات أنهم إذا ما غلبوش الجزائر، لما غلبش المنتخب الجزائري نظيره الأردني، فهذا كيعني على أن الجزائر لا شيء، وأننا لا بد أن في الجزائر أن نوقف كرة القدم أو ممارسة كرة القدم، على اعتبار أن الأردن يعني لا يملك من الرصيد الرياضي مثل ما يملكه الجزائريون. وهذه نظرة خاطئة، على اعتبار أننا ما خصناش نحكموا ونقارنوا بعضنا من خلال التاريخ، فالتاريخ كيبقى تاريخ، ويعني والواقع كيبقى واقع، والحاضر كيبقى حاضر. وبالتالي كما قلنا كان لابد أن هذه الصحافة الجزائرية كان لابد أنها تأخذ بعين الاعتبار يعني الأخوة والتضامن والمحبة اللي كتجمع يعني الشعوب العربية والمنتخبات العربية إلى آخره. وبالتالي تخلي الأمور هكذا، أن الأرضية ديال الملعب، في الملعب هو اللي غيحكم في النهاية. ولكن للأسف الشديد دور مجموعة من بين قوسين المحللين أو الواصفين أو اللي كيحلوا بين قوسين الكرة وهم بعيدون كل البعد عن يعني تحليل الكرة. قلت لك دوروا هاد الناس هادو اللي كيحاولوا ما أمكن أنهم يشوهوا
للأسف الشديد الصورة ديال الجزائر برغم أنهم كيحاولوا ممكن يدافعوا على الجزائر ولكن بطريقة سلبية جدًا، وهنا ظهر واحد الصحفي اللي كان بكل صراحة غير معروف، كان نكرة لا نعرفه، ولكن الآن أصبح يعني يطغى ويعني يظهر كثيرًا في يعني وسائل التواصل الاجتماعي بسبب صراحة الله بسبب يعني التفاهة والضعف ديال المستوى ديال هاد بين قوسين الصحفي، كيسميوه ويعني وليد العاقل، هو الموضوع ديالو الوحيد هو المغرب، جميع المواضيع الرياضية ديالو كلها لابد يدخّل فيها المغرب، بحال ديك القصة ديال سقطت الطائرة في الحديقة، فين ما يكون أي موضوع كما كان كيخلي جانبًا وكيتكلم على المغرب. بل أكثر من ذلك حتى ملي كيكون السؤال مباشر عن يعني كيفية اللعب، الخطة التي لعب بها المنتخب الجزائري أو أي فريق جزائري آخر، حتى لو كان السؤال بهذا الشكل فإنه يبدأ بجملة ثم ينتقل مباشرة إلى الحديث عن المغرب، ربما أنه يقوم بمهمة يعني أنه بكل صراحة يعني يُفرض عليه أن يمرر هذا الكلام ضد المغرب ممكن جدًا، وإما أنه إنسان الحدود ديالو العقلية يعني معروفة يعني وبالتالي فلعل الله أعلم. هاد السيد هذا وليد العقيل خرج مؤخرًا كيتكلم على هاد المقابلة اللي غادي نشوفوها إن شاء الله الصباح الجاي، المقابلة اللي غتجمع الجزائر بالأردن. صراحة أنا نحشم نقرا عليكم بعض التصريحات ديالو لأنها تصريحات ديال إنسان غير عاقل رغم أن اسمه عاقل، غير عاقل إطلاقًا، يعني حتى الأحمق حتى المجنون ما يقولش هاد الكلام هذا، وفين في موقع إلكتروني رسمي بمعنى يعني مرسّم، الدولة سامحة له أنه يتكلم. فنعطيكم غير بعض الأمثلة ديال الكلام الغريب والعجيب د غير العاقل وانتم تحكموا بيدكم. مثلا في واحد الخرجة قال: خسارة المنتخب الجزائري أمام الأرجنتين سببها السفرية غير البريئة لفوز القجع، بمعنى أن الظهور الباهت ديال الجزائر والهزيمة ب3-0 كانت غتخرج يعني النتيجة يعني بكل صراحة أكثر بكثير من هاد 3، هاد الشيء هذا كله كان عنده أسبابه هو الضعف ديال المنتخب، ويعني بكل صراحة عدم حماس اللاعبين، يعني تراجع المستوى د واحد العدد كبير ديال النجوم الجزائرية، كان لابد أنه من الأفضل كمحلل يعني يشوف الأسباب معروفة، الخطة، المدرب، واش كاين شي انسجام بين اللاعبين إلى آخره، هادشي كله خلاه أبا، وقال لك بأن السبب ديال الهزيمة هو سفر فوزي القفشه عن أمريكا، رغم أنه ممنوع من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا لاحظوا معايا كيفاش عمل هاد العقل هذا وهاد التحليل هذا ديال الرياضة، وكيفاش أن كيسمح لنفسه هاد الصحفي أنه يضحك عليه الناس ويصبح سخرية بكل صراحة أمام الجميع. المثال الثاني أو المثل الثاني اللي كيعكس الهبال ديال هاد الصحفي هذا، كيقول: بعدما ربح المنتخب الجزائري نظيره الهولندي في مقابلة ودية وصلتني أخبار حصرية، وهاد الجملة ديما كيقول لك وصلته أخبار حصرية، بمعنى أن حتى شي واحد ما كيعرفها، وبالتالي هي جات عن يعني مصادر موثوقة، هو اللي كيتعرف عليها، ما كيتعرف عليها حتى شي واحد. أخبار حصرية من الأرجنتين، لاحظوا، مرة كيقول من المغرب، اللي بغا يقول يعني مطروق، راهم مخلوعين من المنتخب ديالنا الجزائري، وأنا متأكد بأن المنتخب الجزائري غادي يوصل لنهائي كأس العالم بكل سهولة. إذا لاحظوا معايا كذلك الهبال ديال هذا الصحفي هذا اللي كيقول بأن المنتخب الجزائري راه غادي يوصل لنهاية كأس العالم بسهولة كبيرة جدا، وأن معلومات وصلته بأن الأرجنتين خايفين من الجزائر، ولكن النتيجة كانت واضحة وأن الجزائر خرجوا بهزيمة ثقيلة جدا. إذا فين هو الكلام السي العاقل غير العاقل؟ فين هو هذا الكلام اللي كتقول بأن الأرجنتين خايفة منكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم هناك مثال آخر وهذه خطيرة جدًا، هنايا كتشوفها قال لك أسيدي أنا اليوم حلمت. هذا صحفي، هذا صحفي في القنوات الإلكترونية الرياضية الجزائرية ماشي زعما كلام من عندنا. كتبوا وليد العاقل وغتشوفوا العجب العجاب. هذا صحافي كيقول أنا اليوم حلمت بخروج المغرب من دور المجموعات، ووصول الجزائر إلى النهائي ضد البرازيل. بمعنى لاحظوا معايا أن الجزائريين وصل بهم الأمر، العقدة ديالهم من الجزائر وصل بهم الأمر أنهم من المغرب أنهم بداو كيحلموا بالمغرب، كيحلموا. هذا صحفي كيقول لك أنا حلمت بأن المغرب غادي يخرج من دور المجموعة، هو ما خرجش المغرب من دور المجموعة، وأن الجزائر غتلعب النهائي مع البرازيل. حنا يا سيدي غنتبعوا الأحلام ديال هاد العاقل غير العاقل. أسيدي المغرب غالبا تأهل الدور الثاني، نتمناو أسيدي الخير للجزائر حتى هي وترشح إن شاء الله وتأهل لدور يعني الثاني ماشي مشكلة، ولكن كيبقى حلم. الأحلام هي الأحلام، والجزائريون بصفة عامة يحلمون ويعني يزعمون ويتخيلون بعيدا كل البعد عن الواقع الملموس. وأخيرا باش ما نطولش عليكم، المقابلة غدا إن شاء الله. الآن بداو كيخافوا وكيعطيو تبريرات وكيبينوا بأن المنتخب الجزائري حتى لو افترضنا خسر مع يعني الأردن أو حقق شي نتيجة سلبية مع الأردن، فما تكونش المسألة عندها علاقة بالجانب الفني والجانب التقني والجانب ديال الجاهزية وجودة اللاعبين، لا، وإنما يكون المشكل المغرب أيضا، بمعنى أن المغرب هو السبب الهزيمة اللي ممكن تقع بين الجزائر والأردن. كيفاش هادشي؟ خرجنا هاد العاقل غير العاقل وكيقول لاحظوا معايا مدرب الأردن مغربي. ومن بعد حنا عندنا مدربين جزائريين في المغرب، حنا عندنا مدرب سميتو عبد الحق بن شيخة، ومدرب محترم وعنده يعني شهرة كبيرة في المغرب وفي مدينة طنجة بصفة خاصة. فهو مدرب ديال الاتحاد الرياضي لطنجة، وما كنعتبروش جزائري، كنعتبروه يعني مغربي، كنعتبروه مواطن كأي مواطن عالمي، يعني ما عايش معانا، ما كاينش شي فرق، ما كنحسوش به وما كنتكلموش على حتى باسم أنه جزائري ولا ماشي جزائري. فين هو المشكل؟ هذا كيقول لك أسيدي المدرب ديال الأردن مغربي اللي هو جمال السلام. ومن بعد سيقوم بشحن اللاعبين الأردنيين قبل مواجهة المنتخب الجزائري بزيادة، بمعنى أنه أردني وغادي يشحن اللاعبين الأردنيين ضد الجزائر من أجل الإطاحة بالجزائر. كيفاش غادي يشحن؟ كيفاش غادي يشحن؟ وباش غيشحنهم؟ حنا اللي كنعرفوا في العالم كامل في المقابلات كلها بأن المدرب بطبيعة الحال كتكون عنده واحد الخطاب كيوجهوا اللاعبين ديالو. هذا الخطاب عادة كيركز على أن اللاعبين مضطرين أنهم يحترموا الخطة ديال المدرب، وأنهم خصهم يلعبوا بشراسة وبتركيز وبهدوء وتجنب العنف وإلى آخره إلى آخره، وأنهم يديروا أمامهم العلم ديال الوطن، وأن الملايين كينتظروهم باش يحققوا نتيجة إيجابية. هادشي كله كيقولوا كل المدربين كيقولوا إذا كان هذا شحن، فجميع المدربين العالم راه كيشحنوا اللاعبين ديالهم، وبالتالي فجمال السلامي غادي يشحن اللاعبين ديالو بهذه الطريقة، مثل ما سيشحن كذلك المدرب الأجنبي الجزائري اللاعبين الجزائريين بهذا الخطاب. هذا اش غيقول أكثر من هذا الشيء؟ هذا الشيء لا غيتقال. اللهم إذا كان في العاقل غير العاقل كيقصد بالشحن يعني مسائل سياسية، والمسائل السياسية حنا ما كندخلوهاش في الرياضة. إذا كانوا الجزائريين مصرين على إدخال الرياضة في السياسة بالمناسبة وبدون مناسبة، فالعالم لا يهتم بهذا إطلاقا، لا المغرب ولا أردن ولا باقي الدول الأخرى. نحن ما يهمنا هو 90 دقيقة اللي غنتابعوها، الشوط الأول والشوط الثاني، وبطبيعة الحال اللاعبين غادي يدافعوا على العلم ديالهم، على الألوان ديالهم، يعني على أرضية الملعب بشراسة كما قلنا وبفنية وبهدوء وبانضباط، لا أقل ولا أكثر. لاحظوا معي ماذا يقول: وبشكل مبالغ فيه والأمور لن تكون بخير، وهذا سيكون خدمة لأطراف أخرى. بمعنى
أن ربما هاد الشحن اللي غيدير جمال السلامي للمنتخب الجزائري غيكون قوي، قوي جدًا، وأن هذا غادي يخدم مصالح أخرى، ربما المصالح ديال المغرب مثلًا، أي إسقاط والإطاحة بالمنتخب الجزائري حتى يكون ذلك إيجابيًا بالنسبة للجمهور المغربي، والجمهور المغربي غير معني إطلاقًا بالمنتخب الجزائري ولا يهمه إلا المنتخب الوطني المغربي، وبالتالي فهذا نموذج بكل صراحة يجب أن يدرس في الجامعات ك يعني أضعف أداء صحفي يمكن أن نشاهده في العالم. فإذا كان هذا العقل هذا صحفي فبكل صراحة السلام على الصحافة بالجزائر، وإنني أعرف بكل صراحة بعض الاستثناءات. هناك صحفيين جزائريين، هناك صحفيون جزائريون بكل صراحة يعني عقلاء، عقلاء يتميزون بالرزانة والهدوء وضبط النفس، ولكن للأسف الشديد عدد كبير من الصحفيين الآخرين يعني يسيرون في هذا الاتجاه، اتجاه يعني جر الجزائر الشقيقة إلى يعني بكل صراحة واحد المجال كيتميز بالانحطاط الخلقي والسفالة والحيطة وكل ما له علاقة ب يعني الضعف الأدبي والثقافي والرياضي وما إلى ذلك. في كل الأحوال سنشاهد المقابلة بدون عقد، نحن كمغاربة سنصفق لمن سيفوز دون يعني أي ميل لهذا الطرف أو ذاك، لأننا نحن نميل فقط إلى منتخبنا المغربي لا أقل ولا أكثر. أما حينما تكون هناك مقابلات عربية فإننا نشجع الجميع ونشجع أكثر من يكون في أحلى صورة وفي أجمل أداء، وهذا ما ننتظره إن شاء الله في هذه المقابلة الديربي العربي القادم بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.